هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 5 أمان. النهاردة هنتكلم عن أمان جديد كل واحد فينا مهتم جدا بيه وما يقدرش يستغنى عنه. طبعا مش كل زارع بيحتاج أرض عشان يزرع، وطبعا مش كل زراعة بتحتاج أرض، والحياة لازم نعيشها بالطول وبالعرض، ومش كل ابتسامة بتتولد بالفطرة. ضيفنا النهاردة بيزرع الأمل. أيوة، بيزرع الأمل وبيصنع الابتسامة، مش في أرض زراعية زي أي فلاح من جدودنا، لا، ضيفنا بيزرع الابتسامة لناس رجعت ليهم ثقتهم بنفسهم من جميع أنحاء العالم. تخيل بقى، مصري رجع لناس ثقتهم في نفسهم من جميع أنحاء العالم بفضل مهارته الغير عادية. ولما بنشوف طيران جاي من دول عربية مختلفة مخصوص علشان الناس دي اللي جاية مصر بتحضر حفلات زي حفلات النجم الكبير عمرو دياب، وبنقول احنا عندنا في بلدنا هضبة، احنا عندنا هضبة، مطرب كل العالم بتتكلم عليه. النهاردة جوازات المطار بقت تلاقي ناس جاية. ايه السبب في الزيارة؟ جاي مصر ليه؟ والرد بيكون جاي لطبيب مصري في زراعة الأسنان. معانا النهاردة الدكتور خالد ماهر، استشاري زراعة وتجميل الأسنان، اللي هيكشف لينا أسرار الابتسامة المثالية وأحدث ما وصل إليه العلم في مجال طب الأسنان. خليكم معانا هنشوف التقرير ده، واوعوا تروحوا في حتة تانية، ورجعنا إن شاء الله بإذن الله أول ما هتشوفوا التقرير ده علشان نرجع ونستقبل ضيفنا الأستاذ الدكتور خالد ماهر، استشاري طب وزراعة الأسنان. يلا بينا. طبعا العيان اول ما بيدخل العياده بيتم الكشف، بنشوف الشكوى بتاعته، التشيف كومبلين بتاعه، بيصور اشعه ثلاثيه الابعاد، بنبدا نحط خطه علاجيه بالتناقش ما بين الاقسام، بنوصل لخطه، بنحدد الايام بتاعه العمل، وبيبدا يمر على اقسام العياده خطوه بخطوه، سواء بقى تركيبات او علاج عصب، زراعه، تركيبات مؤقته، وبنتابع معاه بعديها بفتره. يعني اكتر خدمه متميزه عندنا في العياده هي زراعه الاسنان او الجراحه بشكل عام. ده التخصص يعني تقريبا اللي بيجي لنا منه العيانين من كل حته في العالم تقريبا. كل الاجهزه موجوده عندنا. جهاز اشعه مقطعيه ثلاثي الابعاد، ده مهم جدا في التشخيص وفي العلاج، سواء ايا كان الاجراء اللي المريض بيعمله بيحتاج اشعه ثلاثيه الابعاد، سواء من جراحه او علاج عصب بنحتاجها كويس جدا. عندنا جهاز الليزر، ده جهاز حديث جدا بنقدر نعمل بيه علاجات اللثه المعقده شويه ونعمل بيه تجميل للثه. عندنا الانترو اولر سكانر، ان احنا ما بقيناش بناخد المقاسات بالعجينه اللي الناس كانت متعوده عليها، نقدر ناخدها ديجيتال. الخطوات التركيبات كلها تقريبا بتتعمل ديجيتال بسبب الامكانيات اللي موجوده دي. طبعا ده انا طبعا معمل خاص بالعياده فولي اوبريتنج، تقريبا في من اكبر المعامل
الموجوده في مصر او في الشرق الاوسط. عندنا تقريبا 10 مكانات ميلينج ماشينز، ده بيوفر وقت كبير جدا علينا وعلى المريض، بيديلنا امكانيه ان احنا نوصل للنتيجه اللي المريض محتاجها يعني بوقت قصير جدا. عندنا كل التخصصات في العيادة، من أول الجراحة والزراعة لحد طب أسنان الأطفال. عندنا أخصائيين تركيبات وأخصائيين حشو عصب، أخصائيين حشوات، وعندنا أخصائية ليزر. كل التخصصات اللي في الأسنان موجودة عندنا في العيادة. أعتقد اللي بيميز العيادة إن إحنا هنا بنقدر نوفر لهم الخدمة بكل الأجهزة، يعني أي حاجة إحنا محتاجينها هي متاحة عندنا في العيادة. يعني البيشنت لما بيجي بيدخل يكشف، إحنا اوريدي عندنا الإكس رايز اللي إحنا المفروض نبعته يعملها بره هي في العيادة، فقبل ما بيكشف بيبقى عامل أشعته جاهزة. لو هو هيعمل تركيبات او هيعمل اي حاجه، احنا عندنا المعمل بتاعنا، فاحنا مش مضطرين ان احنا نوديها معمل بره ونستنى لحد ما المعمل يجي. لا، احنا ممكن نخلص كل حاجه في 24 ساعه. يعني ممكن البيشنت يجي ياخد المقاسات بتاعته ويستلم بالليل عادي. عندنا هنا دكتوره متخصصه في الانفكشن كنترول في التعقيم، فهي مسؤوله ان هي تعلم التمريض كلهم وتعلم الاستاف اللي في العياده كله اساسيات التعقيم وكل حاجه مرتبطه بالانفكشن كنترول في العياده. غير كده ان هي بتتابع معاهم يوم بيوم تعقيم الادوات وتعقيم المكان وكل حاجه. اسمي طارق الحربي من محافظة بدر مدينة منورة. كانت تجربتي حلوة في عيادة خالد ماهر في القاهرة. فصراحة كانت يعني شيء ممتع، يعني شيء خيال صدق. أنا كانت سناني مرة معدومة بشكل ما أتوقعها يعني. فحاليا من كثر الفرح ومن كثر حبيت على الدكاترة كلهم وانبسطت قوي يعني. الله يسعدهم إن شاء الله ويوفقهم. قسم بالله أنا يعني صراحة حابب إنه الكل يجرب ويحس بالشعور اللي أنا حسيته. ورجعنا ليكم ومعانا نجم من نجوم طب الأسنان، نجم من نجوم طب الأسنان في مصر، أستاذ الدكتور خالد ماهر، استشاري طب وزراعة الأسنان. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الناس منبهرة من اللي أنا فعلا شفته وسمعته. تمام. إن ناس بتيجي من بره مصر مخصوص بالطيران، مختلف الدول العربية. إيه سبب الزيارة؟ جايين لكيور كلينيك. انا بقول دايما ان احنا ظالمين الدكاتره هنا في مصر. الدكاتره في مصر ليهم رانك عالمي في الشغل، في الموهبه، في المهارات الطبيه، في الحديث، متابعه ايه كل احدث الطرق العلاجيه. لا طبعا ان مصر هب، يعني انا شايف ان مصر دي الدكاتره في مصر ليهم سمعه عالميه قويه جدا. مش بس يعني احنا عندنا في العياده، لا ده جميع الدكاتره هنا. الناس تقدر تيجي هنا تتعالج على المستوى العالمي. السياحه العلاجيه هنا في مصر انت تقدر تعمل حاجات كتير، يعني تساعد الاقتصاد، تقدم خدمه للمريض، اسعار تنافسيه، جوده عاليه. ده يعني احنا لا احنا بعيد جدا ان احنا نقدر نسيطر على سوق الطب في الشرق الاوسط كله. ممتاز. سؤال طبعا بيطرح نفسه، مشاهدين بيسالوه، في اعمار معينه ما ينفعش يتعمل معاها زراعه الاسنان؟ احنا طبعا الزراعه دايما بنقوم نبدا الزراعه من سن 18 سنه. قبل 18 سنه او تكوين العظم للسنان الكامله، عشان العظم حركه الاسنان في الفك بتبقى انتهت، نمو العظم للفك الغضاريف والكاب بيبقى واقف. فعشان كده الزراعه دايما بعد 18 سنه. ايه بقى بعد 18 سنه؟ لا مفتوح حتى توصل ل 60 و70. لا احنا عايز اقول لك التسعينات. لا تسعينات. دي مفاجاه للمشاهد. دي حقيقه. يسمع السن ده ممكن يزرع فيه، بيزرع. ويعني وعندنا مثلا حالات اكتر من 15 ل 20 حاله كانوا تقريبا 90 سنه. طب ايه اللي يفرق بين زراعه الاسنان وبين الجسور التقليدية؟ لا الزرع ده نقدر نقول عليه ان هو زي جدر صناعي مكان السنه اللي مش موجوده. الجسر ده ان انا لازم هبرد السنه اللي قبلها وهبرد السنه اللي بعدها واسند عليهم. فطبعا في اسنان بتبقى سليمه، يعني في ناس بتيجي اقول لهم، يجي يقول لي ازرع، اقول له لا ما تزرعش، اسنانك اصلا مش سليمه اللي جنب الفاضي، فهنعالجها وهتعمل جسر. الاثنين طرق علاجيه صحيحه، بس احنا دايما بننقي الافضل للمريض. الافضل للمريض دايما احنا بنمشي وراه. فلو الاسنان سليمه لا طبعا الزراعه افضل.
وسؤال تاني، ايه المواد المستخدمه في زراعه الاسنان وايهما افضل؟ طبعا الماده الاساسيه هي التيتانيوم. تيتانيوم. طبعا تمام. دي الماده الاساسيه. آه. بيتم علاجها بشكل معين. في ديزاينات بقى كتير وفي شركات كتير جدا طبعا على مستوى العالم. في شركات مصري طبعا يعني انا شايفها برضو عالميه اكتر من يعني شركات كتير بره. ايه اللي بنحدد ده على اساس ايه؟ على حسب الحاله. بعد عمل الاشعه اللي هي الكوم بيم، اللي هي كوم بيم سي تي، بنشوف الاشعه ثلاثيه الابعاد، نحدد العظم ايه الانسب للمريض. هل في تحميل فوري ولا لا؟ تمام. هل يعني كذا حاجه كراتيريا هي بتحدد منها نوع الزرع. انا دايما بقول اختيار نوع الزرع سيبه للدكتور. طب لو عظم الفك ضعيف وما ينفعش نزرع فيه بالطريقه التقليديه، ايه الحل يا دكتور؟ لا الموضوع ده كبير بقى أنا طول. يا ريت الاستاذه ايه المخرجه تنزل لنا بقى الصور المدعمه. قبل ما ننزل الصور هنقول ايه الحلول اللي كانت متاحه زمان وايه الحلول المتاحه دلوقتي. تمام. كان متاحه زمان ان احنا بنزرع عظم. طبعا زراعه العظم دي بقى حاجات كتير، منها عظم صناعي، عظم بقى من حيوانات، عظم من الناس ميته قبل كده، وده طبعا ممنوع تداوله يعني هنا في مصر. طبعا. فالموضوع ده كان في الاول طبعا بيجيب نتائج قويه جدا، بس بعد كده في بقى ان نسبه النجاح مش زي نسبه النجاح في الزراعه في العظم الطبيعي، بتبقى اقل. احنا نسبه النجاح بتاعت الزراعه العاديه فوق 98%. لو العظم متواجد يعني نسبه النجاح فوق 98%. طيب لو عظم صناعي لا، نسبه النجاح تبدا تقل. طيب ايه بقى الحلول اللي كانت؟ طب زراعه العظم دي تنفع لكل الناس؟ مش كل الناس. هل طب العظم لازم يبقى فيه درجه تاكل معينه عشان اعرف ازرع عظم؟ مش كل الناس ينفع لها كده. مش كل الناس ينفع لها ده، غير بقى ان الحاله الصحيه. السكر مثلا، لو السكر تراكمي عالي قوي زياده عن اللزوم، يعني انا دايما بقول لو السكر ما يمنعش الزراعه ذات نفسها، بيمنع التئام تكون العظم. فعشان كده لازم نحافظ على السكر في الوقت ده اللي هو ال3 شهور، الوقت اللي بنزرع فيه الزرعات، او لو هنحط عظم صناعي. بس في اوقات في ناس ما نقدرش، او التراكمي بتاعها عالي قوي، او ان الحاله دي نسبه نجاح زرعت كذا مره قبل كده وفشلت، على فكره بتحصل. فطبعا ده زمان ما كانش ليه حل. دلوقتي بقى في حلول تانية. في حاجه اللي هي حاجه ظهرت طبعا مع ظهور عالم الديجيتال، هي صبري اوستال امبلانتس. طب وايه الطريقه؟ احنا طبعا شايفين على الشاشه اعزائي المشاهدين المستحدثات في طرق انا هنشرحها بطريقه مبسطه يعني. الصبري اوستال امبلانتس دي عباره عن زرعات، دي اللي كانت بدأ بيها الزراعه الاول، ان هو الزرع في الاول بدأ ان احنا بنحط حاجات تحت اللثه بس من غير بتبقى مثبته بمسامير، غير زراعه العظم نفسه مسمار جوه العظم. وبعد كده الدنيا اتطورت وعالم الديجيتال جه، فلما ظهر عالم الديجيتال الدنيا بقى اتغيرت خالص، ان احنا نقدر نعمل زي شرايح زي اللي بتعمل منها المسامير والشرايح بتاعت الكسور والحاجات دي، ويطلع منها اجزاء نقدر نركب عليها الاسنان. انا دايما بحب منطلق اسميها الزراعات الشبكيه. يعني انا دلوقتي بنعمل زي شبكه من التيتانيوم طالع منها جزء وبنثبته بمسامير. طب ايه المميزات والعيوب للزراعات اللي بتتحط فوق العظم؟ هي ما تقالش كده، هي الفكره في ايه؟ ان الزراعات نفسها طبعا لو في عظم متوفر فطبعا الزراعه العاديه دي هتبقى هي الاختيار الامثل. بالظبط. طب ما فيش عظم، زي ما قلنا في حالات صعبه جدا ما فيهاش، مش هقدر زراعه العظم بالنسبه لها مش ناجحه، او نسبه نجاحها مش عاليه، فبنلجا ساعتها بقى للصبري اوستال امبلانتس. دي اللي هو زي الزراعه الشبكيه اللي انا بنقول عليها دي، ده موضوع ديجيتال بحت. يعني هو الموضوع الكمبيوتر نفسه، ان انت بتقدر تحلل ان الزرعات تبقى جاهزه وتحمل عليه تحميل فوري، وممكن انا ابقى مجهز التركيبه اصلا قبل ما العيان يبدا الشغل اصلا. يعني بالظبط، يعني هل كاننا بنأسس جوه العظم بالظبط شبكه علشان نحط فيها الزرع؟ بالظبط كده. مش كده يا دكتور؟ وانا الموضوع ده يعني ممكن ما بقالوش اكتر من 4-5 سنين مثلا على مستوى العالم يعني. طبعا هو احنا كنا من الرواد اللي دخلناه هنا في مصر. طب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ لا الحاله دلوقتي في حالات بتيجي كان مستحيل، يعني ده دلوقتي بقى تارجت عالمي دلوقتي، ان الناس بتيجي هنا مصر ان انت تقدر تعمل الزراعات دي بكفاءه عاليه قوي بسعر تنافسي جدا، وفي نفس الوقت نسبه نجاح خطيره. اذا ده التطور الحديث اللي هو قليل جدا، مش موجود في كتير من المراكز الطبيه الاسنان. مش موجود كتير في المجاز عالميا وهنا في مصر محليا. ممتاز. دي اذا الرياده هنا في مصر بالنسبه
انا عايز اقول لحضرتك الرياده في مستقبل طب الاسنان في مصر عالميه، يعني اكتر من دول اوروبا نفسها. ليه؟ لان احنا هنا عندنا دكاتره يعني مواكبين جدا لتطور الطب الاسنان هنا في مصر. الاجيال الجديده نشأة عندها علم كويس، متعلمه على ايد اساتذه كبار، عندهم الباشن ان هم يزودوا يضيفوا لطب الاسنان في مصر. فاحنا بنستغل ده، بنقدر نعمل تيم وورك كبير في دكاتره كبار وصغيرين، نقدر نعلمهم وفي نفس الوقت نضيف للمجال الطب الاسنان على مستوى الشرق الاوسط. اذا في الكيور كلينيك طلعت كوادر يا دكتور من المركز طبعا يقدروا يواجهوا التطور. لا انا عايز اقول ان الكوادر اللي موجوده عندنا لسه كنت بتكلم مع حضرتك قبل الحلقه بقول لك ان دول تربيتي، يعني انا مش دكاتره بيشتغلوا في كيور كلينيك، لا دول اخواتي، دول اصحابي، دول يعني ولادي، يعني كل اللي انا بقعد معاهم في العياده اكتر ما بقعد مع اهلي في البيت. ده ينم من النجاح في الاداره اللي حضرتك عاملها باحساس. بالظبط، الاداره والتخصص. انا مؤمن جدا بالتخصص. ازاي المريض يعرف يا دكتور انه مؤهل لاجراء عمليه زراعه الاسنان؟ طبعا الاشعه طبعا دي اول خط علاجي. بعد كده بنقدر اشعه بانوراما. الاشعه بانوراما او كوم بيم سي تي اللي هي المقطعيه. المقطعيه طبعا ادق، ان هي دي اللي نقدر نحدد منها، خصوصا لو هنعمل سيرجري جايد اللي هو زراعه بدون تدخل جراحي. فطبعا هي دي اول لاين لينا اللي هي الاشعه. وبعد كده لازم ناخد ميديكال هيستوري كويس على العيان، نشوف هل العيان ايه الامراض اللي كانت عنده، مثلا ضغط سكر. يعني الضغط ممكن ما ياثرش قوي، بس في حاجات تانية بتاثر. زي يعني انا دايما بقول في حاجات انا شايفها ان الناس ما بتتكلمش عنها كتير، بس هي بتاثر جدا. يعني مثلا عيان سريعا لو هو عمل تكميم مثلا في نفس الوقت الزراعه، في نفس الوقت لان مناعته بيحصل لها دروب جامد جدا، فبيبقى الجسم صعب عليه قوي ان هو يتقبل الزراعات. لو احنا برضو الحاجات اللي هي فيها ليفر سيروز او الكبد متهرتئ زياده عن نسب معينه، وده بيأثر على التجلط، فده الاساس اصلا في تكوين العظم. فلو مفيش تجلط مفيش عظم هيتكون، فبيحصل برضو. فعشان كده لازم اللي بياخد ميديكال هيستوري يبقى مركز جدا جدا مع كل تفصيله صغيره العيان بيقولها. طيب مشاهد بعت لنا سؤال بيقول ازاي انا بعد ما عملت الزرعه اعرف جوده الزرعه ديت، وهل القيمه اللي اديتها للدكتور تساوي الزرعه دي؟ ازاي اعرف جوده الزرعه دي اذا كان بيقول لي دي الماني ايطالي اسباني؟ انا دايما بقول مش هي دي الفكره. يعني انا دلوقتي لو انا عندي زرعه ماسكه في العظم وتركيبه كويسه راكبه عليها، خلاص انت مش محتاج تعرف حاجه اكتر من كده. ممتاز. ده بالنسبه للمريض. يعني بالنسبه للطبيب بقى، هي اهم حاجه درايته بالزراعه اكتر من اهم من النوع. هل هو ايه النوع اللي هيمشي مع الحاله اللي قدامه دي؟ يعني هي الموضوع مش ان هو في نوع واحد ثابت لكل حاجه، ومفيش حاجه اسمها يعني حاجه مطلقه. فانت لازم انت بتبقى درايتك بالسيرفيس تريتمنت اللي معمول للزراعات، هل الزراعات دي تنفع في الوضع اللي احنا قدامنا دلوقتي ولا لا؟ هي ده السؤال. فهي درايه الطبيب. انا دايما بقول له ابحث عن الدكتور، ما تبحثش عن نوع الزرع. يعني الطبيب كل ما كان متمكن هو قادر ان هو يعرف ايه النوع المناسب، يوصل للنجاح المناسب. بس في بعض المراكز يا دكتور والدكاتره يقول والله الزرعه دي ب 10000، تمام، الزرعه الثانيه دي ب7، تمام. ليه؟ ده عشان دي الماني وعشان دي ايطالي. فيمكن في زراعات ب70 بالظبط. عادي. بس ده طبعا في زراعات غاليه جدا. يعني في شركات عالميه الزراعه نفسها فيها غاليه، بس هي الفكره انت هل انا محتاج حاجه غاليه في الوضع اللي انا شايفه دلوقتي قدامي ده ولا لا؟ يعني انا حاله مثلا فيها ستريت فورورد، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش مش عارف ايه، فانا مش هحتاج كل ده، مش هحتاج كل ده. انا عندي درايه ان انا اقدر احط زرعه سليمه للمريض مع ان انا اركب عليها تركيبه مظبوطه. لا هو ده التارجت. انا التارجت نفسه الطبيب زي ما بقول لحضرتك كده. طيب مريض السكر والضغط، تمام، كتير قوي من المشاهدين مستنيين اجابه السؤال ده. مريض السكر والضغط يقدروا يعملوا زراعه الاسنان؟ مريض الضغط هيفرق في نوع البنج بس اللي ممكن ان احنا نتعامل معاه. اما موضوع السكر لا، انا لسه بقول ان السكر تراكمي لغايه 9 العين يقدر يزرع، مفيش اي مشكله. في حالات احنا زرعنا لها سكر تراكمي اكتر من كده. ليه؟ انا قادر ان انا اشوف. انا دايما بقول السكر مش كل الناس زي بعض. يعني السكر في بعض المرضى ممكن يأثر على عينه، يأثر على الكليه، اما ما يكونش مأثر على العظم مثلا. بالفعل. فاما العكس ممكن واحد يبقى السكر التراكمي بتاعه 7 وانا ما ازرعلوش. ليه؟ لان انا شايف ان في تآكل عظمي رهيب بسبب السكر،
فانا لازم تبقى ان هي النظره الخبيره، هل هو السكر مؤثر عنده في العظم نفسه ولا لا. ده بعد البانوراما وبعد الاشعاعات بعد الفحوصات. الاشعاعات اللي احنا نعملها مع تحليل السكر التراكمي مع الميديكال هيستوري للعيان كويس. انواع العدسات الاسنان اللي هو الفينير، اه ايه الفرق بينهم؟ لا هو طبعا ده آه. يعني شركات يعني كتير حاجات كتير، بالظبط. بس احنا هنتكلم عن المواد الاساسيه اللي مستخدمه في الفينيرز. الاي ماكس ده انا شايف ان هو ده طبعا ده احسن حاجه. الاي ماكس دي الماده الجديده نقدر نعمل منها سنان رفيعه جدا، يعني ما يبقاش ليها سمك، العدسات ما لهاش سمك فما تاثرش على انا كل ما السمك قل بتاع العدسه نفسه كل ما انا هبرد اقل، كل ما كان الكواليتي بتاعت الفينيرز كويسه هتدي شكل كويس، هتقدر تدي شفافيه للاسنان. فطبعا ده موضوع يعني طويل جدا، هي مرتبط بقى بالطبيب وبالمعمل، يعني هو اللي بيقرره حسب كل حاله برضه. لا مش على حسب كل حاله، بس ده على حسب. انا بقول دايما الاي ماكس طبعا ده الاختيار الامثل. طبعا في شركات كتير طبعا، يعني بنتكلم عن الشركات الاوروبيه طبعا هي احسن حاجه. فهي دي بتقدر ان انت مع مهاره المعمل نفسه. طيب هل في مخاطر من تجميل الاسنان زي التبييض او الفينير؟ طبعا كل حاجه لو ما استخدمتش صح هتبقى فيها ضرر. يعني انا دلوقتي حاله مش محتاجه برد كتير وانا بردت كتير او عديت المينا بتاعت السنان، فالفينير مش هتمسك. يعني انا ساعات بيجي مثلا هنا اقول له مثلا الحاله دي لا مش هتتعمل فينير، يقول لي لا لازم ومش عارف ايه، وانا قريت ومش عارف ايه. فمره يعني حصل يعني مشاده بينا، قال انا هعملها بره، فراح عملها ورجع بعد كده غيرها. ليه؟ لان هو فضلت تقع منه. انا شايف ان السنان دي مش هتنفع، لان كميه المينا مثلا بتاعت السنان اللي هتمسك عليها العدسات مش موجوده. فهي لازم ان انت الموضوع يبقى متروك للطبيب، مع ان هو يبقى ان تبقى الحاجه ضميرك في الشغل صاحي مع معمل كويس. بالفعل، اذا كل معمل لازم الواحد يختار هو رايح فين وخبره المكان دي ايه. انا دايما بقول احنا بنمسك الدايره من بدايتها. ايوه. فاحنا لما لقينا اول ما بدانا شغل حصل ان احنا ايه، ان طب ان كان عندنا مشاكل مع المعامل، انت مش عارف الماتيريال اللي بيتعامل مع المعمل ايه، هو بيقولها لك ببقه انت ما تعرفش الوضع ايه. طب احنا خلاص عملنا ايه، لا خلاص ستوب هنا. احنا كان وقت الكورونا، انا كنت برضو يعني وقت الكورونا كان في قلنا طب خلاص احنا الفتره دي هنتعلم فيها. خلاص فتحنا المعمل المخصوص بتاع العيادات. المعمل بقى بيشتغل لعياداتنا او العيادات الخارجيه، قادر ان انت تكوب التطور الديجيتال في المعمل. جبت كوادر انا نزلت اتعلم معاهم شغل المعمل، عشان مع ان ده يعني بره السكوب الطبي شويه، قدرنا ان احنا نعمل شغل يعني زي اللي احنا بنشوفه بره، فبالعكس افضل منه. طيب عملنا قفلنا الدايره دي. طب الزراعات، في زراعات مش مظبوطه، فيها حاجات شركات ما حدش يسمع عنها حاجه، عرفنا نستورد، ان احنا نقدر نستورد الزراعات الزرعه من الخارج مع ان انا كمان شريك في مصنع الزراعات المصري اللي موجوده هنا في مصر. فاحنا قدرنا ان احنا نقفل الدايره من كل الاتجاهات، توفر استيراد وتوفر عمله. بالظبط كده. ممتاز. ومش بس كده، بتوفر كواليتي. انت دلوقتي الكواليتي بقت في ايدك انت اللي مسؤول عنها قدام ربنا وقدام المريض. ايه اللي بيخلي كتير قوي مشاهد بيهمه الابتسامه؟ اكيد احنا طبعا كشعب مصري بنعشق الضحكه والابتسامه. ايه اللي بيخلي الابتسامه هوليديه فعلا؟ انا شايف ان كل ابتسامه هي كاستمايز للشخص نفسه. يعني ما فيش حاجه اسمها اسطمبه، فانا لما طالع من هنا الناس كلها طالعه نانسي عجرم، طالعه هيفا وابل، لا مش كده. هي الفكره ان كل شكل او رسمه وش ولون عين هو مرتبط بيه بالابتسامه بتاعته. فاحنا دايما بقول الابتسامه كاستمايز للشخص نفسه. يعني احنا دايما بندرس الحاله نفسها، احلى شكل ليها هيبقى ايه. ده قبل الشغل، يعني قبل ما احنا نعمل اي حاجه فبنقدر ندرس ده ونشارك المريض معانا. انا شايفين ان انت بتوري له كمان قبل انت هتوصل لمرحله ايه، هتوصل لانهي مرحله. ومش بس هتوصل لانهي مرحله، انت رايك ده كويس ولا انت ليك تعديلات تانية، او في حاجه في دماغك معينه نفسك تعملها. طب دي مناسبه اللي انت نفسك تعملها دي ولا مش مناسبه ليك؟ ما في واحد يقول لك لا انا عايز لون كذا، انا عايز شكل ده، واقول له ما هو الشكل ده لايق على الشخص ده، اما هو ممكن الشكل ده ما يبقاش لايق عليك. طب ازاي الدكتور التجميل بيحدد درجه البياض او شكل الاسنان مناسب لكل مريض؟ دي بقى في حاجات كتيره قوي طبعا. رغبه المريض طبعا ده جزء منها. لون عينيه، البياض لون العين نفسه يبقى متوافق مع لون السنان.
زي ما بقول ان في فرق بين السنان مثلا الرجاله والستات. يعني طبعا. انا مثلا الراجل زوايا السنان نفسها قايمه شويه، الستات لازم تبقى السنان ديليكانت شويه، تبقى مايله سنه صغيره، اما الراجل تبقى كل ما الزاويه كانت واقفه السنان نفسها واقفه مربعه اكتر شويه، فبتدي له شكل رجولي اكتر. اما الستات لا، الوضع مختلف، السنان تبقى الزوايا مدوره سنه، السنان مايله شويه صغيرين، بتلمع بشكل معين، فيها شفافيه ازيد. الحاجات دي كلها بتتحط في الاعتبار مع دراسه ان يعني زي ما قلنا احنا بقى في حاجه زي فيس سكان، بنصور المريض من كذا زاويه في نفس الوقت، ان انت حتى تبقى هو عارف شكله من كل الزوايا هيبقى عامل ازاي قبل ما يوصل للمرحله النهائيه، قبل ما يوصل. ده في اول حاجه خالص. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بيستخدم في زراعه الاسنان ازاي؟ ده القادم كله. يعني طبعا دلوقتي بقى في حاجات كتير جدا طبعا متطوره، منها زي ما انا بقول لحضرتك ان خلانا نقدر نزرع في حالات ما كانش فيها زراعه خالص. هي ده يعتبر من انواع الديجيتال، يعني ده هيطور بعد كده ان مش بس كده، الديزاينات شكل السنان نفسها بتتعمل بالاي اي دلوقتي. يعني انت دلوقتي ممكن الديزايننج نفسه بتاع السنان اللي بيعمله المعمل ما يعملوش، هيبقى في اسطمبات معينه شكلها معين ماشيه مع الاي اي، قادر يحدد يقول لك الشكل ده هو الانسب للمريض. ممتاز. ده ولا انا بقى ولا المريض ولا اي حد من الموجود. لا وبعدين ايه بقى دلوقتي الاي اي كمان بقى بيكتشف الاماكن اللي فيها ممكن، يعني انت تصور المريض اشعه وبعد ما يعمل الاشعه هو يحدد لك الاماكن اللي فيها التسوس فين، الاماكن اللي ممكن يحصل فيها مشكله فين كمان في المستقبل. في المستقبل ده رائع. ده وفر كتير مجهود، ده وفر. وبعدين يعني يعني مسك في الدياجنوز، الكشف نفسه المبدئي عن المريض هو وصل للنقطه دي. طب في تآكل خلي بالك احنا عملناه هنا، المره الجايه حصل تآكل مثلا من بين الاشعه دي والاشعه دي مثلا بنسبه كذا، فخلي بالك في النقطه دي مثلا اكتر من النقطه الثانيه. اذا ده يقلل التكلفه على المريض اللي كان بيعمل اشعات وثم اشعه من اشعه، مش بس بيقلل بقى التكلفه، ده كمان بيفتح المريض ان انت قبل ما توصل للمرحله يعني ديت، المرحله دي انا لحقتك من بدري. وبعدين دلوقتي الاي اي مش بس كده، اللي اكتشف ان هو مثلا ان الحالات اللي هي زي ما قلنا اللي هي فيها تآكل، اللي هي مفيش خالص، اللي هي فيها زي اللي قلنا عليها الزراعه الشبكيه دي، اماكن تثبيت الشرايح دي فين. فكل ده يعني الوضع دلوقتي اختلف خالص واللي يعني مش هيلحق خلال السنتين اللي فاتوا يا دكتور. يعني انا عايز اقول لحضرتك خلال ال5 سنين اللي فاتت دي مثلا يعني في قفزات، يعني هي مش نطت في يعني انت كل يوم بتصحى الحق في انا بيحصل كده الدكاتره الصغيره الحق يا دكتور خالد في فلان فلاني في جهاز كذا جديد في يعني كل يوم على طول متابع الاحداث العالميه والتطور بالظبط زي نشره الاخبار كده، احنا قاعدين مستنيين التطور. وطبعا انا بقول الدكاتره هنا متعلمه كويس، متابعه جيدا جدا اللي بيحصل بره واللي بيحصل يعني في جناح، بيشوف ايه هي الرسائل الماجستير اللي موجوده، ايه المواضيع الجديده اللي اتطرحت، احدث الرسائل ايه بالظبط، ايه اللي استفدنا منه، الرسائل دي مفيده ولا لا. طبعا يعني في تطور رهيب في كل حاجه. طب الليزر بيستخدم في زراعه وتجميل الاسنان، ايه مميزاته يا دكتور؟ يعني موضوع الزراعه احنا ممكن نقول ان الليزر في الزراعه بيستخدم في تعقيم ما بعد الزراعه، لان هو يقدر يخلي زيرو بكتيريا بعد الشغل. في فتح الفلاب من غير دم، يعني ان هو يقدر يفتح من غير يعني يقدر يفتح على العظم من غير دم. بس انا يقول شايف ان استخداماته الاساسيه في طبعا في موضوع اللثه، يعني علاج اللثه، رسم الكونتورنج لشكل اللثه، هنقدر نعمل جنجفكتومي نقص اللثه بشكل معين، نقدر ان احنا نستخدم الليزر في فك العدسات. مثلا دلوقتي احنا عندنا الووتر ليز ده مثلا ممكن يكون في 5 اجهزه بس منه في مصر كلها، يعني وهي في كيور كلينيك موجود. يعني عايز تكلمني على الاجهزه الموجوده في كيور كلينيك اللي احنا لما رحنا وشفنا التقرير وعملنا التقرير، انا عايز اقول لك المخرجه والكرو انبهر بيقولوا الحاجات دي احنا ما شفناهاش قبل كده. ما هو احنا كل ما يظهر جهاز جديد احنا لازم نجيبه، يعني هل نجيبه ونستفيد منه ونقدر نطلع احسن استفاده. يعني طبعا دي حاجه يعني بقول ان طاقم العمل بيساعدنا جدا في الموضوع ده. انا مش باخل على العياده باي جهاز من الاجهزه اللي موجوده، ان كل ما يظهر جهاز معين ان ليه افاده فعلا علميه احنا بنقدر نجيبه على طول عشان نستفيد منه. وفي اجهزه يعني نادره يعني موجوده هنا مثلا قليله في الشرق الاوسط كله، هتلاقيها متواجده عندنا،
زي انا بقول لحضرتك الليزر اللي هو مش الليزر المائي ده، اللي هو نقدر نعمل حشوات بدون بنج، بيقدر تشتغل بيه للاطفال عشان هم ما يحسوش بحاجه. نقدر ان احنا نعمل بيه عمليات صغيره. فطبعا لا طبعا تطور مهم جدا. اختلفت خالص. تقنيه 3D بتستخدم في زراعه الاسنان. وهو الديجيتال ده اللي هو 3D بالظبط. الديجيتال ده بقى مش يعني دخل في كل حاجه في حياتنا. يعني خلاص دلوقتي يعني كل حاجه ديجيتالايزد. انت هو العيان بيخش لك كشخص وبعدين انت بتحوله لديجيتس. انت بتدخله بتصوره بزوايا معينه زي ما قلنا الفيس سكان ده. لو هيعمل مثلا حاجات تجميليه، طب هو مش هيعمل حاجات تجميليه، فبيتصور برضو الاشعه المقطعيه مع وجود نقدر نعمل سيرجيكال جايد اللي هو زراعه بدون جراحه خالص. تقدر ان انت تعمل ان انت تقدر تخلي شكل الاسنان بشكل معين. اماكنها فين؟ احنا كان زمان قلنا الزراعه كانت في الاول اماكن العظم نحط الزرعات وخلاص بالظبط، وبعد كده نشوف هنركب ازاي. احنا دلوقتي بقينا العكس، احنا بنشوف التركيبه هتبقى فين وبعد كده نحط فيها الزرعات. يعني الايه اتقلبت. الدنيا اختلفت مع تطور التكنولوجي بالظبط كده خالص. طب ايه الروتين اليومي اللي بيتبعه المريض بعد الزراعه؟ يعني بعد ما حضرتك بتخلص بتقول له امشي على البروتوكول ده علشان ما يحصلش طبعا الادويه دي اول حاجه طبعا مضاد الحيوي والمسكنات عشان ما يحسش بحاجه. مضاد الحيوي عشان ما يحصلش التهاب بعد كده لاماكن مكان الزراعه. طيب ايه تاني؟ طبعا التلج. انا شايف ان التلج ده السلاح السحري. والمشروبات اللي يمتنع عنها واللي يشربها. طبعا التدخين. طبعا احنا بنتكلم التدخين هو العدو الاول للموضوع الزراعه. ما يقربش منه. التدخين ده العدو الاول للزراعه. خصوصا في اللي بيعمل زراعات في الاماكن الاماميه تبقى في وش الدخان على طول. طيب الكمادات التلج زي ما قلنا عشان بتمنع الورم. يعني كل ما انت العين قدر يعرف من التلج. احنا بنشتغل اصلا واحنا شغالين في الزرع بصلاين ساقع عشان كل ما كانت الدنيا ساقعه الورم بيقل، كل ما كانت الدنيا اتروماتيك. يعني انا دلوقتي شغلي سريع، بتشتغل بسرعه، محضر كويس، بتشتغل بسرعه، فالكومبليكيشنز بتقل، ما بياخدش وقت. المريض بقى بعد ما بيخلص مع حضرتك هل بيزور العياده بشكل دوري بعد عمليه الزراعه، ولا ممكن في خلال ان هو جه مصر قعد اسبوع يسافر بلده تاني؟ بالظبط كده. هو ده اللي بيحصل. هو بيجي مصر يزرع، ممكن يبقى في متابعه اول يومين بعد الجراحه نطمن ان لو في خياطه او حاجه ان هو اماكن الخياطه مظبوطه او ان الدنيا مظبوطه، وبعد كده بقى يروح يسافر وبيجي بعد 3 شهور ويركب على طول. ولو هو هيعمل صب يوصل هو ممكن يركب فوري على طول. يعني اللي هي الزراعه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي فيها تحميل فوري برضو على طول. اتكلمنا عن المعمل اللي عند حضرتك والتطور اللي فعلا مش موجود الا في عدد قليل قوي يتعدى على الصوابع موجود في مصر. يا ريت تكلمنا عن المعامل عند حضرتك. هو احنا الفكره في ايه؟ ان احنا لما بدانا ان المعامل نتعامل مع المعامل دايركت، فكان دايما في مشكله، انت الدكتور بيتطور والمعمل لسه ما بيتطورش. ايوه. فعباره ما المعمل يتطور يكون الدكتور نط للفيز اللي بعدها. فهي دي النقطه. احنا قلنا خلاص ان دلوقتي طول ما المعمل مرتبط بالدكتور، وايه اللي ماسك المعمل نفسه دكتور، يعني اللي ماسك الاداره بتاعت المعمل دكتور. فالدكتور ده قادر ان هو يكوب مع الفنيين اللي موجودين، وفي نفس الوقت بيعمل كوميونيكيشن كويس قوي مع الدكاتره فعلا. فهو عارف ايه المشكله فين، عارف المشكله اللي هتواجه المريض فين. ممكن المعمل ما يبقاش شايف حاجه معينه، هو الدكتور هيبقى شايفها فاهمها. فطبعا الموضوع ده فارق جدا جدا. يعني التركيبات قبل مثلا 2020 حاجه بالنسبه لنا، وبعد 2020 حاجه ثانيه، بحيث ان المعامل كانت في حته وانتوا في حته ثانيه. بالظبط. فلازم حضرتك واكبت الاثنين في مكان واحد بالظبط كده، بحيث ومش بس واكبنا بقى وحافظنا بقى على الماتيريال اللي انا عايزها. اللي انا شايف انا اقدر استخدم الماتيريال اللي انا شايفها دي احسن. قادر ان انا احافظ على الكواليتي كويس. قادر احافظ على ايه الاشكال، التجميل نفسه بتاع السنان. فانا شايف ان دلوقتي بيحصل ايه زي ترندات كده في الاشكال السنان، يقول لك لا لو السنان دي هتبقى كده هيبقى احسن، اطول، اقصر، مش عارف ايه. فقادر ان انت تواكب ده وتنفذه على ارض الواقع. طب ازاي المريض اللي زرع او عمل تجميل لاسنانه يحافظ على الزراعه او التجميل ده الاطول فتره ممكنه؟
احنا بنتكلم ان هو يعني طبعا انصحني. التدخين ده طبعا يبقى ده اول حاجه، ده اوعى تقرب للتدخين. ده لازم. حتى لو هو مدخن ما يشربش قليل حتى. لا يشرب قليل بس قليل. يعني الفتره الاولانيه دايما بعد الزراعه انا بقول له على الاقل اول اسبوع عشان بس التئام الجرح الاولاني ما تقربش منها. ما تقربش منه. ده طبعا احنا بنقول كده بس هم بيضحكوا علينا يعني ما حدش بيعمل كده، بس يعني بنقول كده عشان يبقى حاسس بوجع الضمير، بس عشان بالظبط. يقلل، عشان هو يقلل غصب عنه. طيب ايه حاجه تانية طبعا الاوراهاجين، فرشه اهم حاجه طبعا الفرشه. الحفاظ على الفرشه والتنظيف ده والمضمضه الاساسيه دي اهم حاجه. يعني انت دلوقتي احنا اول ما بيجي المريض اول حاجه بنعمل له اورال هاجين، يعني بنقول له ازاي تستخدم الفرشه، قد ايه عدد المرات اللي تعملها، تستخدمها ازاي. يعني دي نقطة مهمة، ان في ناس كتير يقول لك انا بعمل فرشة كل يوم. طب تعملها ازاي؟ مش بيعمل بالظبط. بيعمل ازاي؟ انت ممكن تعمل فرشة مرة واحدة في اليوم وتبقى ناجحة بالنسبة لك، ان هي تمنع تكوين البلاك، او يعني تمنع تكوين بكتيريا او كده. اما انت بقى لو استخدمت الفرشة بطريقة غلط ممكن تعمل 20 مرة في اليوم وانت برضو ما بتعملش نتيجة، ما بتعملش، او انت اختيارك للفرشة للشخص ده مش ناجح. في منتجات معينة يا دكتور للعناية بالاسنان بتنصح بيها المريض بعد الزراعه والتجميل ان هو يستخدمها؟ يعني في حاجات اللي طبعا بره الفرشه والدنتال فلوس، ممكن الووتر جيت اللي هو جهاز التنظيف المائي ده. ده طبعا مفيد جدا جدا. يعني كتير بيستخدموا. ما انا بقول لك الخيط بس الخيط ووتر. بنقول له الدنتال فلوس استخدامه ازاي، لان في ناس برضو لو استخدمه بشكل جائر او شكل معين بيأثر على صحه اللثه واللثه. طب ايه العلامات اللي لو الشخص فعلا لقاها في نفسه بتقول له لازم تيجي العياده ولازم تفكر في الزراعه فورا؟ ايه اللي الواحد؟ لا هو اول حاجه طبعا بتجيب العياده حاجتين، ان انا طبعا الالم. طبعا الالم، هل بقى عنده مثلا الالم ده مرتبط بجدر مثلا عامل له مشكله او عامل خراج او كده. طب مش كده بقى الالم العصب، يعني الحاجات الرئيسيه حشو عصب، عندي ساقع سخن بيموتني، انا مش عارف انام امبارح بالليل. انت عارف ده التليفونات بقى شغاله لغايه الساعه 2 3 بالليل، بيتمنى ما يكونش في اجازه. بالظبط. هو ما بيحلوش الالم الا بالليل. بالليل فعلا. دي حقيقه فعلا. يعني. بتنصح ايه؟ طب انا عايز اقطع حضرتك. لو واحد جاله الالم الرهيب ده وانا واحد منهم، حصل لي الساعه 2 بالليل، بقيت يعني عايز ما فيش حاجه خالص ولا مسكن، انا عارف مش مسكنات. بتنصح ايه لو واحد جاله في وقت زي كده؟ لو النصح بيبقى غالبا وتاني يوم اجازه. تاني يوم اجازه طبعا لو هو ما صحانيش يعني فبننصحه ان هو يعمل فرشه كويس قوي في المكان اللي حاسس ان فيه اتجاه الالم ده. لان ساعات بيبقى فيه اكل مزنوق قافل على العصب العريان ده. فبيعمل كاتم عليه، فالم البريشر ده بيحس ان فيه زي نبض بينبض جامد عليه. فلو عمل فرشه كويس في المكان ده هيشيل بواقي الاكل اللي موجوده، فهيرتاح شويه لغايه ما يحصل كده. لو هو بقى طبعا احنا شغالين طوارئ، يعني انت عارف احنا شغالين حتى يوم الجمعه، او الدكاتره كتير يعني في مصر عامله كده، ان هو حتى شغال يوم الجمعه ان هو عشان للحاجات الطارئه دي، لان فعلا الالم بيبقى رهيب جدا. اذا العياده شغاله عند حضرتك يوم الجمعه للحالات للطوارئ بس. ده احسن خبر. طبعا لواحد زيي بالظبط، وكتير من الناس اللي ما بيصدق يقول ده الجمعه يبقى العيادات قافله. لا ده مش شغالين جمعه وسبت، بالعكس ده يعني السبت من اكتر الايام اللي عندنا في العياده زحمه، لان احنا بنستغل الناس يعني ما عندهاش شغل وتقدر تيجي العياده يوم السبت. ممتاز. عياده كيور كلينيك في سفنكس، اشهر مكان في جامعه الدول العربيه. طبعا مخرجتنا هتنزل ارقام العياده، وهتلاقي صور دكتور خالد منوره في شارع جامعه الدول العربيه، لان ناس اما تلاقي عرب، كويتة، اماراتيين، قطريين، سودانيين، من جميع اجناس الدول العربيه واقفين عند ميدان سفنكس بيسالوا فين عياده كيور كلينيك، هتلاقوا علشان دكتور خالد، وبلا اي مجامله. يعني يا ريت تشوفوا كده، لو ليكوا صله ازاي توصلوا بجوازات المطار، هتعرفوا ان الوفود اللي جايه خصوصا زيارات سريعه لمصر هتعرفوا ان هي جايين علشان اسبوع 2 يعملوا الزراعه وعلاج الاسنان عند دكتور خالد وعياده كيور كلينيك ويسافروا تاني. طيب، كتير عايزين يعرفوا التطور في جزئيه القياس الفم. كان بالعجينه يعني طبعا، ودلوقتي بقى الانترا سكانر، دلوقتي خلاص الكاميرات ما بخلتش. اسم الجهاز ده يا دكتور؟ انترا سكانر، اللي هو يعني السكاننج جوه البق يعني داخل الفم. طبعا دلوقتي الانترا سكانر عملت طبعا يعني ايفوليوشن زي ما بيقولوا كده. دي كانت العجينه دي
انا نفسي كنت بقعد اقول له يا ريت تخلص بسرعه يا دكتور، لاني كان بيقعد يضغط علشان ياخد طبعا. المقاس صح واكتر، واذا طلع المقاس مش صح قوم واخده تاني بالعجينه، مارس. فكان موضوع صعب جدا. فالجهاز ده الجهاز ده طبعا قلب فرق الدنيا، ومش بس كده، هو دلوقتي الجهاز ده كان مثلا بينزل بارقام عاليه قوي، دلوقتي بقى سعره يعني عشان طبعا الطلب عليه زاد، مع ان امكانيات عمله بقت ارخص شويه، فبقت كمان بقى نزل سعره جامد، فبقى سهل ان هو بقى العياده يبقى فيها 2 و3 و4 سكانر في نفس الوقت، بيقدروا ان هم يشتغلوا في نفس الوقت، ياخدوا مقاسات للعيانين، والدقه بتاعته طبعا. وازاي الجهاز ده بيشتغل ازاي يا دكتور؟ هو ناخد بيبقى فكرة زي كده. كاميرا بس آه. معموله بشكل معين ان هي تقدر تنقل الداتا دي على الكمبيوتر، بواير او وايرلس على حسب نوع الجهاز يعني، والموضوع كله ما بياخدش على بعضه ربع ساعه مثلا فوق وتحت. بتقدر حضرتك تحدد ايه الاتجاهات اللي حضرتك بالظبط، تمشي فيها. وخلاص وخدت مقاس التركيبات وتبقى جاهز على التركيب على طول. ايه المميزات للجهاز ده بالنسبه وطرق الاختلاف بالنسبه للعجينه؟ يعني العجينه ادق ولا الجهاز؟ لا، على حسب الحاله برضه. انا دايما انا بقول يعني ممكن الحاله فيها بلادي يعني فيها دم او كده، لا طبعا مقاسات اسهل، لان التصوير بيبقى في الفيلد اللي فيها دم شويه، لا طبعا بيبقى اصعب، لانه هو ما بيقدرش يفرق ما بين السنه والدم اللي موجود حوالين السنه، فلازم تبقى شغلك نظيف، ولازم كمان الدكتور يبقى حاطط التكشن كود ومروق الدنيا ومروق الفيلد بتاعه كويس قوي عشان يعرف ياخد مقاس مظبوط، بس الدقه طبعا بتاعت الكاميرا احسن. انت اذكر اذا في حالات ما ينفعش ليها الجهاز يا دكتور؟ لا، مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، بينفع، بس انت بقى هتبقى حريص جدا في شغلك، هتبقى ممكن تستنى اول يوم، يعني لو الدنيا ملخبطه تستنى اول يوم تاخد المقاس تاني يوم، بس مفيش حاجه ناطط جدا يعني، بالعكس ده هو الجهاز، لان في ناس بيجي لها جاجن جامد بيبقى عايزه ترجع بعد المقاسات، ما بتقدرش تستحمل المقاسات. اما انت بس كان حل كل المشاكل دي. الجهاز عند حضرتك في جميع فروع الكيو كلينيك؟ يعني ممكن جهازين 3 كمان، مش جهاز واحد؟ لا، لان في معظم العيادات بياخدوا لسه المقاس بموضوع لا، العجينه. هو الموضوع مش يعني، هو زي ما قلنا حضرتك هو موضوع نسبي، يعني هو ده مش معناه ان هو غلط، بالعكس ده هيطلع نتيجه وهيطلع نتيجه كويسه. هي الفكره ان احنا بندور دايما على الاسهل والادق، خلاص، والاوفر، يعني خلي بالك الجهاز غالي بس هو بيوفر عليك ثمن العجينه، انت هتاخد كام مقاس، اما هو السكانر هتبقى بالنسبه لك اوفر لك. والعجينه متعبه لبعض المرضى جدا، متعبه بعض المرضى، وكمان في نفس الوقت انت بتقدر تعمل اديشن على الجهاز اكتر من المقاسات، يعني انت ممكن مثلا اخدت المقاس وطلع المقاس ده مش عاجبك، مش عاجبك الا عايز تعدل على حاجات في برد الاسنان، فاخدت بردت تاني هترجع تاخد مقاسات تاني. اما في الاسكان انت مجرد ان انت تعيد الاسكان القديم هتحطه زي ما هو، هتزود عليه بس حته صغيره. في واحد يقول لك انا مش عايز اروح العياده اللي فيها اجهزه كتير دي، ده انا هتكلف بقى كتير. هل في تكلفه اضافيه بالنسبه لاستخدام الاجهزه؟ بص انا دايما يعني بقول ان احنا عايزين ايه، انا دايما بقول شعار العياده ان كل الناس من حقها تتعالج وتتعالج كويس، فحتى لو انت هتعمل حاجه مش غاليه لا هتتعمل لك بكواليتي كويس. ومش بس كده، انا بنحاول دايما زي ما قلنا ان انت بتمسك الحاجه من بابها، يعني انت دلوقتي انت صاحب الماتيريال اللي بتجيبها، انت اللي بتستورد الزراعات، انت اللي هتقدر، فانت تقدر تتحكم في سعرها يكون تنافسي، ومش بس بقى تنافسي، وتنقي الماتيريال اللي انت عايزها وتقدر توفرها للمريض بسعر رخيص. وزي ما بقول لك البركه دايما في العدد، يعني انت لو انت كل ما زاد العدد عندك هتقدر تكسب فلوس كويسه، وفي نفس الوقت تبقى كبرت بيز وعملت سمعه لنفسك احسن. هندخل في الجزئيه اللي بتخوف ناس، يقول لك الزرع لا اكيد يبقى هدفع ومبالغ وكده. عايز اقول لحضرتك عايزين نطمن المشاهد. انا عايز اقول لك ان الزرعه تكلفتها الواحده يعني اقل من تكلفه البريدج، يعني انت دلوقتي لو انت هتعمل زرعه بدل ما تعمل بريدج مثلا، لا زرعه اوفر لك اصلا، اوفر بكتير، يعني اوفر لك، وفي نفس الوقت مش هتبرد سنانك السليمه. بالفعل يعني اوفر لك وافيد لك بالفعل. عزيزي المشاهد، الرقم عندك على الشاشه. كتير ممكن يقول ده انا هدفع بقى الافات مؤلفه كتيره وخارج امكانياتي. انا بقول لك دكتور خالد بشهاده ناس حتى بعيد عننا راحوا قالوا احنا ما كناش نتخيل ابدا ان انا بدفع المبالغ الزهيده دي، من بسال بره بلاقي مبالغ خياليه، بخاف اسال اساسا عن الزراعه. عايزين نطمن المشاهد برضو تقريبا من كام لكام ممكن يعمل زرعه
يعني من 7000 ل 12000 تقريبا. ممتاز. الجهاز اللي اتكلمنا عليه في التقنيه الجميله دي، صبري يسر، هل ممكن بيستخدم في الفاينر والتجميل؟ لا هو الجهاز ده ليه علاقه الاساسيه بالزراعه. زراعة فالزرع زرع والناس اللي ما عندهاش عظم. آه. فالناس اللي ما عندهاش عظم ما كانش ليها حلول سابقه تماما. يعني كان في حالات احنا عاملين ممكن في خلال شهرين 15 حاله متحولين من بره، يعني من بره مصر علينا، لان هم ما فيش. هو الراجل قال له انت مالكش حل غير ان انت تعمل طقم. فهو في منهم واحد قعد يعيط، يعني لما كان اول مره يصدق ان هو عنده اسنان ثابته بعد 20 سنه مثلا وهو ماشي بالطقم، ويقول لي انا كان حلم حياتي ان انا يبقى عندي اسنان ثابته، انه يحس ان معاه اسنان بيقدر يستخدمها وعلى طول، مش يعني عايش بالطقم ال 20 سنه. بالظبط، عايش بالطقم 20 سنه، كل شويه بتغير طقم كل 6 شهور. طب ضيقه، طب اعمله، طب انا هعمل زرعتين واثبت عليهم طقم، طب اعمل ايه، مش عارف ايه. لا النتائج الصبري يوستل انا شايفها يعني هتعمل، هي عملت فعلا ثوره في طب الاسنان في مصر وفي العالم كله، وفي نفس الوقت تطبيقها دلوقتي بالنسبه لنا بقى سهل جدا ونتائجه مبهره جدا. كتير بيسالوني حتى في الايربيز، الاطباء عند حضرتك بيتدربوا على الاجهزه دي ازاي؟ لا ده قصه بقى طويله. ده في برنامج تدريبي، ده في يعني حد مسؤول عن التدريب، يعني ممتاز. مسؤول عن تدريب الدكاتره. وبعدين احنا عاملينها زي الجامعه، يعني احنا عاملين اقسام. يعني انت دلوقتي القسم ده لرئيس اسم، ورئيس الاسم ده هو مسؤول ليه مسؤوليات محدده، دكاتره بتريبورت ليه الحالات اللي معاها، وبعد كده هو بيريبورت ليا اليوم كله ماشي ازاي. وبعد كده احنا بقى دلوقتي خلاص الاقسام دي موجوده. طب التدريب بقى هنعمل ايه؟ كل رئيس اسم مسؤول على الدكاتره اللي لسه جايه جديد ان هي تاخد برنامج تدريبي معين، يقف في الاول يشوف الدكاتره وهي شغاله عشان يعرف سيستم العمل ماشي عندنا ازاي، سيستم الانفكشن كنترول ماشي ازاي، تعامله مع المريض عامل ازاي. كل ممتاز. ده بيتعلمه. يعني الموضوع مش بس مهني، ان هو كمان نفسي، ويقدر يتعامل مع الناس ازاي، يقدر يفيد اللي حواليه ازاي. فطبعا يعني ده بيبقى سيستم طويل، وفي HR ماسكه كل الكلام ده، يعني ما بتروحش غالبا. انا عايز حضرتك تحكي لنا في دقيقه كده عن عن مريض اتغيرت حياته، وحضرتك المريض ده ما بيروحش من بال حضرتك كل ما يجي موقف تحس ان اتغيرت حياته تماما لما جه عند دكتور خالد؟ عايز اقول لك ان انا في مريض مثلا من 15 سنه ابو حسن، يعني ممكن يكون سامعني اصلا. هو ده كان اول وافد، يعني من اول الوافدين اللي جايين من السعوديه. تمام. فهو كان راح المانيا، قالوا له لا مش هينفعك الزراعه، وكانت لسه الزراعه لسه يعني ما خدتش قوتها وضعها. فجالنا هنا مصر، طبعا زرع، عمل ركب. يوم التركيب ده ما نساهوش، يعني ده كان احتفاليه بقى، والراجل جاب تورته وجاب وما كانش مصدق ان هو. وبعد كده راح رجع المانيا تاني، قال لهم ايه رايكم؟ قالوا له ايه ده انت عملت الحاجات دي فين؟ انا في مصر وانت مصر فيها الشغل ده الكلام ده يعني من 15 سنه، ولغايه دلوقتي هو صديق شخصي. يعني هو يعني تطور المرحله من ان هو مجرد مريض، يعني ان هو يعني صديق شخصي ليا. حاجه جميله جدا. طبعا. وانا كمصري وكل المصريين بنفتخر بيك يا دكتور من غير اي مجامله، لان اللي عايز يعرف صفحه كيور كلينيك على الشاشه وارقامها على الشاشه عشان تدخلوا وتعرفوا قد ايه قلعه طبيه جميله جدا. النهارده عندنا مفاجاه اعزائي المشاهدين، ان مركز كيور كلينيك بيقدم خصم 5، لا الدكتور قال لي كام؟ 10% بيقدمها مركز كيور كلينيك. كل اللي هيدخل على الصفحه بتاعتي، اول 500 هيزوروا الصفحه بتاعتي هتلاقوها على الشاشه. هتدخل هتلاقي كوبون، هتنزل الكوبون ده، الكلام ده من بكره الخميس، هتلاقي كوبون على الصفحه بتاعتي طارق عبده. هتنزل الكوبون ده وتروح المركز، هتقول لهم طبعا برنامج 5 امان، دكتور وعد ان في 10% من بكره باذن الله، وحتى نفاذ كميه العدد 500 بيشنت.
القاكم دايما في امان. اشكرك دكتور خالد، عفوا يا فندم. نورتني ونورت ده نور مدينه حضرتك الانتاج طبعا. وخمسه امان، ربنا يخليك. ودايما يا رب ان شاء الله في تقدم. وده دور الصحافه يعني والاعلام، ان هم يبينوا الشغل اللي بيتعمل على الارض هنا في مصر بصراحه قوي جدا. فخورين بيك، ودايما يا رب في تقدم، ودايما القاكم في امان. سلام.